بصوا السمك عموما ما يتجلبش غير لما ياخد لون حلو قوي من الناحيه الثانيه اهو. بصوا ما تحركوش خالص ولا تجيبيه غير لما ياخد اللون ده، ياخد وش التحمير الحلو كده، اللون الحلو ده، وبعدين تروحي جلباه اهو. يعني ما تفضليش تجلبي فيه، لما ياخد اللون بتاعه الاول من تحت تبداي تجلبيه اهو. هيطلع حلو جدا معاكي ومقرمش وطعمه حلو اهو يا حبايبي. شايفين اهو انا موطيه العين زي ما اتفقنا. خليكم متابعين معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين وحبايبي في كل مكان، النهارده ان شاء الله هنعمل سمك. بصوا سمك بلطي اهو. شايفين سمك طازه ازاي؟ عشان تعرفيه طازه بيبقى الخياشيم بتاعته بتبقى حمرا كده، تعرفين هو نضيف وطازه. بصوا انا نجعاه في ملح وليمون وخل، حبه خل كده ماشي. اول ما ببدا اعمل السمك، اول حاجه بعملها في السمك هي اني انا بعمل البصل بتاع الرز، بعمله من بدري خالص. انا بعمل البصل بس مش الرز، هوريكم. بصوا زي ما عودتكم قبل كده، بصوا ان بصل الرز بتاع السمك لازم يكون كتير عشان ما تضطريش ان انت تضيف عليه اي اضافات تانية غير البصل، عشان لونه يبقى غامق وحلو. اول حاجة احنا بصوا بنعمل كمية البصل دي كده، بعملها وبحط عليه المية بتاعته بتغلي شوية، بروح طافية من عليه وبسيبه لغاية ما هعمل الرز ماشي. طبعا انا بكون ضاربة البصل في الكبة، فبسيب بواجي باخد البصل اللي ضربته عشان الرز، وباخد بواجي البصل اللي موجودة في الكبة وبروح ضايفة عليها الطماطم، وبضيف عليها التوم. ده توم مفروم طبعا، انا حاطاه في الفريزر اصلا، انا لسه ما بداتش في التوم الجديد خالص على فكره. ده التوم بتاع السنه اللي فاتت وحطاه في الفريزر وبشتغل منه ماشي. و ده فلفل اخضر حسب الاختيار، يعني لو انت مش هتحطيه ما تحطوهوش. ودي طماطم بتخليها بتخلي السمك طري كده وحلو، خصوصا السمك البلطي ماشي. خليكم متابعين معايا حبايبي خطوه بخطوه. هاخد الخليط ده وهفرمه في الكبه كويس خالص، وهقول لكم احنا هنعمل ايه. بصوا بعد ما ضربنا الخليط ده في الكبه، بصوا هننزله كده على السمك كده من فوق كده، وهنبدا بعد كده ندعك السمك في بطن السمكه من جوه من بره في كل حاجه. بصوا يعني شايفين، بصوا اهو انا بصوا مفتحاه كده، انا قطعت السمك كده حتت اهو، قطع اهو. وبعد كده باجي كده اهو من بره ومن جوه كده، بتروح دعكه السمكيه كده من بره ومن جوه كده اهو. هندعكهم كده ونرجع مع بعض تاني. بصوا بعد ما ضفنا الخلطه اللي ضربناها في الكبه، ضفنا كمون وضفنا ملح وضفنا فلفل وحطينا كزبره، وهنقلب كله ده في بعضيه كده، وهنغطي على السمك ده ونسيبه لغايه لما يشرب من التتبيله. كل ما بتتبلي السمك بدري شويه بيشرب. اي لحوم عامه يعني هتعمليها صينيه او هتجليها، او اي لحوم بتتبليها من بدري، خصوصا السمك او الفراخ بيبقى طعمها حلو جدا. يلا خليكم متابعين معايا. بصوا لما البصل يوصل للمرحله دي معاكي، هو كده بقى محمر حلو خالص. احنا عايزينه يوصل للمرحله دي. بعد كده بنروح ضايفين عليه كميه الميه بتاعته اهو. بعد ما ضفنا الميه كده بنضيف لها التوابل بتاعتها كلها، الملح والفلفل وكل حاجه. وبصوا شايفين الطماطميه دي من غير ما تقطعيها كده، بصي وهي ماسكه في بعضها كده، عشان بعد ما يستوي الرز نعرف نلمها من قلب الرز اهو. ضفنا الملح والفلفل واهو، وبنسيب ده كله ده يغلي مع بعضه كده كويس على النار. وكل ما بيغلي كل ما اللون بتاع كل ما البصل ينزل اللون بتاعه في الميه وتغمق الميه. يعني انت كده ما تضيفيش الرز دلوقتي، لما تغلي الميه حلو خالص عشان تعمل اللون المطلوب اللي احنا عايزينه اهو.
كل ما يغلي الميه مع البصل ينزل لون اكتر غامق اهو. هنسيبه شويه على النار يغلي، وبعد كده هنقول ان احنا هنعمل ايه. شايفين اللون ده؟ انا مش ضايفه اي اضافات تانية. هبص شايفين اللون؟ هننزل بقى الرز، والله ولا اي اضافات، هو البصل والميه وبس. هننزل بقى الرز فيه اهو. بصوا نزلنا كده الرز، وهنسيبه لغايه لما يستوي اهو. الحله لسعتني. بص شايفين اهو. هنسيبها بقى يغلي كده ويتشرب، وبعدين هنوطي عليه. هي العين عاليه على كده هيتشرب. بص بقى الجمال، شايفين لون الرز؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين اللون؟ شايفين لونه اهو. شايفين عاملين ازاي؟ بسم الله ما شاء الله اهو. لونه حلو جدا من غير اي اضافات او اي حاجه اهي. البصل بس اهو. تكتري البصل وهتاكلي شويه رز صياديه حكايه. يلا خليكم متابعين معايا، يلا عشان نحمر السمك. يلا نحضر الخلطه اللي هنقلي بيها السمك، نبدر بيها السمك. بصي ده دقيق، ده هنحط عليه ايه؟ معلقه نشا. النشا هيخلي السمك مقرمش من بره، ما يبقاش طري، هيخليه مقرمش من بره. احنا هنقلي السمك يا جماعه ماشي. وحبه فلفل اسود كده، هنتبل الخلطه دي قبل ما نشتغل بيها، وملح كده اهو. وهنقلب كل ده في بعضه كده، وهوريكم هنعمل ايه. بصوا حطينا الطاسه كده على النار، بدرنا السمك اهو بالتتبيله، بتنفضيه كده اهو. وبعد كده بترجعي بصي اهو. السمك البلطي عامه لازم توطي عليه العين. في انواع من السمك بتعلي عليها العين، لكن السمك البلطي بتوطي عليه العين لانه بيحتاج لسوا شويه، وخصوصا اللي هو الطازه طبعا. بصوا هنحمر كده، هنوطي العين كده، بس احنا بنحط على زيت سخن الاول، يعني بتسخني الاول الزيت كويس، وبعد كده بتنزلي السمك ماشي اهو. وبعد كده بنروح موطيين عليه خالص علشان ايه؟ يستوي معانا. بصوا بقى الجمال، شايفين الرز اهو؟ شايفين اللون بتاع الرز؟ بجد روعه. السمك تحميره، ريحته، تتبيلته جميله، الريحه حلوه جدا، والتتبيل مقرمش. بصوا اهو لو سامعين الصوت اهو شايفين؟ مقرمش وناشف وطعمه حلو جدا. لايك وشير بقى، سبسكرايب للقناه. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. يا رب كل فيديوهاتي تعجبكم، يا رب يكون عندي حسن ظنكم. يلا سلام عليكم.